قلت لك اتوصيت اهو. بص ده انت حاطط كراميل في الشفاطه وبتقول لي ما توصيتش. انا النهارده جاي اجرب مكان بعت لي على تيك توك وانستجرام وفيسبوك ان انا اروح اجربه. الساعه دلوقتي 2 بالليل وانا في اسكندريه ورايح على غفله في كونتينر هاب عشان اجرب وافل ستيشن. المكان ده موجود في اسكندريه في العصافره جنب الملاهي في كونتينر هاب. هو بيقدم الوافل بانواع وعنده برضه تشورز وعصاير وحاجات كده. بس سيبك بقى من كل ده، اهم حاجه في التجربه دي كلها تقعد تتكلم مع الشيف هيما. سيبك ان هو اول واحد يعمل لي البابل وافل من اول مره من غير ما يبوظ منه، بس هو اصلا شيف عسليه كده لوحده، وهم اصلا اللي هناك كلهم شغالين عسليه، وهتبقى مبسوط وانت قاعد بتتكلم معاهم. ده وافل كون بالبيستاشيو محطوط عليه كده صوص بيستاشيو من هنا، وبعد كده بسكوت ايس كريم فانيليا وبتاع. بس ده لازم يتاكل في ساعتها على طول عشان ايه، زي ما انتم شايفين في الجو اللي احنا فيه ده الايس كريم بيسيح في ثانيه يعني. بسم الله. هو محطوط فيه بسكوت كده. انا الصراحه حاسس ان هو لو كان محطوط معاه فستق او حاجه كان هيبقى احلى. احنا بقى ناخد الحته دي. لا الصراحه اختيار حلو. هي اصلا الوافل نفسها معموله عجينتها حلو. نخش بقى على الوافل ستيك. انا طالبها كندر، هي بيتحط عليها كده كندر ومن فوق صوص نوتيلا. هي المفروض بيتحط جواها ستيك بس انا مش عارف هم ليه الصراحه ما حطوش يعني. بس المهم ناخدها ايه، انا والله مش عارف اخدها كده ولا ايه. هو حلو صوص الكندر، بس انا الصراحه بفضل البيستاشيو اكتر. بس هو لا هو حلو قوي مع النوتيلا كمان. انا حاسس جواه اصلا بالكريمه بتاعت الكندر من جوه. تالت حاجة بقى وافل عادي نص نوتيلا ونص لوتس، والنص اللوتس ده بيكونوا حاطين عليه قطعة بسكوت لوتس وشوية لوتس مجروشين. وبسم الله. يعني تعالى كان نجرب اللوتس عشان انا في حاجة في دماغي، بس بعد لما نجرب اللوتس نشوف بقى اذا كانت هي الحاجة دي صح ولا لا. هي طعمها حلو قوي بس هي تقيله جدا. هي بس محتاجه حاجه تكسرها يعني. هي بولة ايس كريم حل الموضوع قوي الصراحه. بعد الوافل بقى جربت ميلك شيك تويكس. كطعم نفسه هو طعمه حلو بس هو خفيف شويه. انا عايز اقول ليه هو خفيف بس الصراحه استحي. اصل هو ابراهيم هم قالوا 3 بولات، هو حط بولتين بس، وبعد كده قال هو كده هيبقى حلو، وبعدين زود لبن كمان فهو خف. فبعد اذنك يا ابراهيم حط البوله الثالثه وقلل اللبن. بعد اذنك يا ابراهيم. ابراهيم طلع بنفسه اهو. هات يا ابراهيم، هات يا ابراهيم. هات يا ابراهيم. قال لك حط البوله الثالثه وقال لك قلل اللبن. الملك تشيك طلع خفيف يا ابراهيم. زي الفل حبيبي يا ابراهيم. بسم الله. حلو البطيخ. لا لا حلو حلو البطيخ قوي ده. الراجل نازل يتخانق معاهم. خلاص يا ابراهيم. فلا اطلع اجري اجري يا ابراهيم. ده بقى ايس كريم كاجو وايس كريم اوريو. فيعني ايه، بص هو برضه بيعملوا ايس كريم. احنا بقى ممكن نحط الايس كريم ده مع البتاع اللي هناك. هو حاطط عليها برضه رشه نوتيلا كده من فوق. انا مش عارف هي دي عشان التصوير بس ما فرقتش يعني. الرشه دي قول له عادي هتيجي مني انا عادي. حلو الكاجو. انا اصلا بحب الفانيليا وهو الكاجو كده كسره في النص. فالصراحه طبعا دوق واحده كامل الاوريو. انا ما بحبش القهوه بس انا دلوقتي محتاج قهوه. انا محتاج حاجه تكسر كميه السكريات اللي دخلت دي. حلو الايس كريم الاوريو حلو. هبقى ناخد ايه حته كده من هنا على ده اهي. ناخدها كده بسم الله. هي كانت محتاجه حاجه تكسرها فعلا. هي الوافل فعلا حلو بس هي محتاجه حاجه تكسرها. ايس كريم فانيليا بالنسبه لها هيبقى بيرفكت. الكاجو برده هو اصلا ايس كريم فانيليا مع كاجو فبرده رايق معاه. من الحاجات المميزه برده عندهم ان هم بيعملوا كون الايس كريم فريش قدامك، وهم قالوا لي ان الكون بتاعهم مختلف عن باقي المحلات. حلو الايس كريم عامه مع الكون. هو اصلا الكون نفسه حلو، بعدين بيعملوه فريش تحت وبتاع. انا بقالي اصلا نص ساعه تحت قاعد معاهم. انا فصلت والله. واخر حاجه بقى طلبتها ايس كراميل ماكياتو بس من غير سكر عشان افصل شويه من كميه السكريات. انا اتمنى ان انت تكون حطيت لي سكر قليل زي ما قلت لك. مفيش سكر خالص. هو السكر بتاع الكراميل بس. انت بصيت بالكراميل بقى. انا قلت لك قلل سكر رحت انت بصيت بالكراميل. نفس الكميه بتاعته. قلت لك اتوصيت اهو. بص ده انت حاطط كراميل في الشفاطه وبتقول لي ما توصيتش. حلو تسلم ايدك. دي بقى اللي تشور احنا طالبينها مع صوص بيستاشيو وصوص كندر. هي بتبقى عليها قرفه كده وسكر من بره. تعالوا ندوقها هي الاول لوحدها وبعد كده ندوقها. وللي منكم ما يعرفش التشورز دي هي حاجه كده اسبانيه قريبه شويه من بلح الشام. بعدين لوحدها حلوه وخفيفه. تعال المهم ندوقها باللوتس. قصدي لوتس ايه بيستاشيو. هي حلوه لوحدها الصراحه وحلوه بيه. هي تقلتها شويه هي حلوه. يا صوص الكندر نعمل ميكس. عارف ان في عياط ورا الكاميرا دلوقتي. بس هي حلوه. العجينه بتاعتها طعمها حلو قوي. سكر معلقه فطعمهم لذيذ. لا هي عجباني لوحدها الصراحه من غير حاجه يعني. انا مش شايف ان هم محتاجين يزودوا في المنيو
انها تتباع لوحدها. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من وافل ستيشن؟ انا الصراحه شايف ان العجينه عامه طعمها حلو، صوص البيستاشيو ده حلو قوي، الستيك اللي بالكندر والنوتيلا ده الاثنين مع بعض صراحه طعمهم رايق، الايس كريم عامه بوجه عام هو برده لذيذ، مفيش هنا وافل بفواكه، فانا شايف ان هم محتاجين يزودوا دي، ومحتاجين برده يزودوا ان هم يبيعوا دي لوحدها، لكن غير كده لا انا شايف الصراحه المكان حلو، والكواليتي بتاعت الحاجات اللي هو بيستخدمها حلوه. وبس كده، ليه بقى نجرب ايه تاني في اسكندريه. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف زباظه. سلام.